مين انتيم خالد قمر؟ احمد دويدار. حلو. وصاحبه في الفرقه. فالاهلي عايز احمد دويدار، والاهلي مضاه احمد دويدار، والاهلي بيتخانق على خالد قمر خناقه كبيره جدا مع الزمالك. وانت هتزود 50 نزود 50 تزود 100. بص الزمالك كل ما الاهلي بيزود الزمالك بيزود. اوكي. ودي من المرات القليله ان الزمالك يعرف يخطف صفقه من الاهلي بجد. وصفقه اللي هو فلوس قصاد فلوس، لا وقوه قصاد قوه. انت بتتكلم كمان ايه؟ لعيب كبير خالد قمر هداف الدوري. ساعتها راح منتخب مصر مع شوقي غريب. صحيح. كاس افريقيا مع شوقي غريب، لما كان شوقي غريب ماسك مدير فني منتخب مصر في 2014. يعني كان بيلعب تصفيات كتير كمان مع لا احنا اتغلبنا الماتشات كلها مع شوقي غريب، ما كسبناش ولا ماتش. ماشي. بس انت بتتكلم فرود منتخب مصر في اتحاد الشرطه، من اتحاد الشرطه، ما كانش لسه لاعب في الزمالك. ما كانش لسه لاعب في الزمالك، ولا كان لسه الكلام هيتقال ان هو هيروح الاهلي. كان لسه بيلعب في اتحاد الشرطه. لا هو كان في اتحاد الشرطه، والاهلي والزمالك بيتخانقوا عليه، بس ما كانش لعب لا في الاهلي ولا في الزمالك. صحيح. يعني لسه ما راحش حته وهو فرود منتخب مصر الاساسي. حتى انا فاكر ماتش مصر والسنغال، احنا خسرنا هنا في القاهره في التصفيات، وكان خالد قمر لعب 90 دقيقه اصلا. انا قلت لهم يا جدعان هو ده الواد مش شايف؟ قلت لهم الواد مش شايف للدرجه دي؟ ما هو يا الواد العيب في الواد، العيب في المدرب. فاكيد العيب في مين؟ في المدرب. صحيح. مش اللعيب اصلا. ده بتتكلم في هداف الدوري. صحيح. يعني ساعتها زي اسامه فيصل دلوقتي، ما هو بيلعب اساسي في المنتخب. لو مصطفى محمد مش موجود بيبقى هو المهاجم يعني الاساسي. هي الكيس قريبه ان ده فيرود بره الاهلي والزمالك. بره الاهلي والزمالك. صحيح. المهم فالزمالك هياخد معروف يوسف، ده لعيب كويس جدا في نص الملعب، لعيب عالي جدا واجنبي، وهياخدوا خالد قمر والكلام ده. فجه احمد دويدار كان ماضي في الاهلي، بس ما حدش بيقول له تعالى نفعل العقد. يعني طب انا هاجي اهلي امتى؟ طب انا هروح امتى؟ طب مش عارف ايه. فجه خالد قمر علشان هو جدع وراجل، فاتكلم مع مرتضى، وكان ساعتها وكيل اعمال خالد قمر محمد شيحه. اتكلم مع مستشار مرتضى، والله في كذا كذا كذا. قال لك هات الثلاثه مضوهم. ما يلا هات دويدار معانا بالمره. هاته مش هتفرق. لا ده لعيب كبير. ايوه يعني طبعا. لا وقتها دويدار من افضل اللي يعني افضل المساكين. ايوه بيلعبوا في خط في مصر. وكان برضو بيروح منتخب برضو في الفتره دي. لا لعيب كبير ما بنتكلمش. بس الاهلي ما خلص مع دويدار، فراح المرتضى قال لهم تعال خد. اول بص ال 450,000 جنيه ظهروا. هو كان ماضي بمليون، خالد قمر ودويدار ومعروف يوسف. ال 450,000 ظهروا. انت قربت من حوالي 50% من قيمه العقد. عايز اقول لك ان خالد قمر لعب 3 سنين في الزمالك ما خدش ولا مليم. هو خد 450 وخلاص. شكرا. هو ودويدار ومعروف يوسف. ما حدش فيهم خد فلوس تاني. ما فيش فلوس تاني. انت ممكن بقى السنه اللي بعدها مثلا ياخد 25% من المليون. يعني انت خدت 450، السنه اللي بعدها خدت 250، خدت 300، بس برضو مش تاخد عقدك للاخر. ما خدش حاجه. ما فيش. كل اللعيبه دي مداينه نادي الزمالك. يعني مش زيزو. شوف انا بقول لك اللعيب مضى وخد فلوس ولعب وجاب بطولات ومشي، ومحدش يتكلم في قصه الفلوس دي. صحيح. هي نفس الكيس بتاعت مين؟ بتاعت زيزو اللي احنا بنتكلم عليها. انت زيزو رحت عندي في الاداره،